صباح الخير. ان الاوان اقول لكم الكتب اللي قريتها الفتره اللي فاتت، ما قريتش كتير، وحتى يعني اغلب الكتب اللي قريتها كانت صغيره قوي، فان شاء الله مش هيبقى فيديو طويل ان شاء الله. اخر فيديو عملته كان في شهر 2 تقريبا، فكنت ساعتها قلت لكم ان انا بقرا كيف لم اعد يهوديا. قعدت اقرا فيه شهرين، شهر 3 و4 ما بقراش غيره، مع ان هو كتاب صغير ومكتوب بطريقه سهله، بس انا كنت يعني واخده وقتي قوي. عارفين نوع الكتب اللي هو بتبقى مش مثلا حد اللي هو قدم لكم فكره جديده او اللي هو لفت نظركم لحاجه، بس بالعكس هو كتاب يعني كاتب بيقول كل حاجه انتوا فكرتوا فيها قبل كده وكل حاجه من رايكم، فانتوا قاعدين طول الوقت بتقروا انتوا اللي هو شفت ايه ده، مش مصدقه انت كمان، ايه ده اخيرا انت كمان قلت كده. فكنت حاسه الاحساس ده طول الكتاب تقريبا، فكان مديني احساس باللي هو عشان كده اخدت وقت فيه جدا، اللي هو كنت بيديني احساس بالراحه كده. كل فتره كاني قاعده بتكلم مع حد اللي هو انا وهو راينا زي بعض فقاعدين بنتكلم. هو شلومو ساند زي ما قلت قبل كده هو بروفيسور في جامعه تل ابيب وبيدرس تاريخ، وهو كاتب اسرائيلي بس هو بينتقد كل حاجه عن دولة إسرائيل حاليا. فهو الكتاب ده بيتكلم عن فكرته إن هو إزاي بطل يبقى يهودي أو إزاي بطل يعرف نفسه إن هو يهودي، خرج بره الهوية اليهودية كلها. هو ليه كذا كتاب، ليه كتب كتير اللي هو مش عارفه اختراع الشعب اليهودي، اختراع اسرائيل، حاجات كتير بتتكلم عن نفس الموضوع. بس ده اللي انا اخترت اقراه ساعتها. والكتاب زي ما هو باين من اسمه، هو طول الكتاب بيكلمنا عن ايه اللي خلاه يقرر ان هو مش عايز يبقى يهودي تاني، او ان هو خلاص مش يعني مش هيعرف نفسه كيهودي، او ان يخرج بره الجروب اليهودي ده، مش عايز يبقى معاهم. الكتاب كان بيناقش حاجات كتير قوي، زي نظرته لايه، في ايه اصلا الثقافه، اللي بيخلق الثقافه دي بتتكون من ايه، نظرته للهويه ونظرته لليهوديه اصلا عامه، سواء كدين او اللي هو الهويه اليهوديه اللي هي المعاصره. فبيتكلم عن قد ايه اصلا فكره الديمقراطيه الاسرائيليه دي فكره كدابه، لان الدوله مش ديمقراطيه، هي قايمه على عرق معين، وهو اصلا شايف ان العرق ده كدبه ومش موجود، مفيش حاجه اسمها عرق يهودي. حتى بيدي مثال مثلا اللي هو لو الانجليز قرروا فجاه، او ان بريطانيا قررت ان هي دوله للانجليز، كل الناس اللي مش انجليز بس جنسيتهم بريطانيه هيتعاملوا ازاي؟ فهو بيقول ان اسرائيل نفس الفكره، ان هي بتقول ان هي دوله ديمقراطيه، وان اسرائيل متنوعه فيها ناس كتير، بس في نفس الوقت بتقول ان هي دوله لليهود، فان دي حاجه ملهاش معنى. يعني انتوا دوله لليهود ولا انتوا دوله ديمقراطيه اسمها اسرائيل، يعني بتشمل كل الناس الاسرائيليين باختلاف دياناتهم وافكارهم وعرقهم كل الحاجات دي. بيتساءل مثلا عن ايه اصلا فكره ان الانسان يبقى يهودي في اسرائيل، ومن الاخر يعني هو بيقول ان فكره اليهود في اسرائيل من الاخر انت ما تبقاش عربي، لان هم بيقعدوا يجيبوا يهود من كل انحاء العالم، ان هم بس عايزين يقضوا على الوجود العربي، ان العرب ما يبقوش موجودين، او يعني الفلسطينيين بالاخص ما يبقوش موجودين. وان هم بيقعدوا يقولوا على مدار التاريخ ان مش عارفه اليهود كانوا في كل مكان، ومش عارفه كافكا كان يهودي، ومش عارفه اينشتاين كان يهودي، وبيقعد يقول ان الكتاب والمشاهير دول نفسهم ما لهمش علاقه باليهوديه، هم عمرهم ما اتكلموا عن اليهود، عمرهم ما نسبوا نفسهم للجروب اليهودي. كل واحد يعني منتمي للبلد اللي اتولد فيها. كافكا هو شايف ان هو نمساوي، مش عارفه مين شايف ان هو فرنساوي كده، ما لهمش دعوه باليهود، هي هويتهم بلدهم وثقافتهم اللي هم اتربوا فيها. وهي دي الفكره في اسرائيل، ان مثلا كل الناس اليهود اللي جايين من كل انحاء العالم، هو في الاخر ما فيش حاجه يعني انكومن ما بينهم، مفيش حاجه متشاركه. اليهود المصريين من غير ما يحسوا هيلاقوا نفسهم متاقلمين اكتر مع المصريين عامه بكامل اختلافات دياناتهم، عشان هي دي الثقافه اللي هم عارفينها. اليهود من روسيا مثلا غصب عنهم مهما حاولوا ان هم يحاولوا يلاقوا حاجه متشاركه ما بين اليهود التانيين، لا ما يلاقوا نفسهم برضو يعني احساس الالفه بيجي لهم من ناحيه الروسيين، فان في الاخر هم نفسهم اصلا ما عندهمش حاجه تخليهم فعلا ينتموا لبعض. وان في اسرائيل نفسها هم بيميزوا يعني بيبقى في تمييز في التعاون ما بين اليهود على حسب هم جايين منين. بيقول مثلا ان هم ما عندهمش مشكله ان اي حد يهودي جاي من اوروبا يبقى متمدن، وان هو يبقى مثلا ملحد بس هو لسه هويته يهوديه، بس العرب بيبقوا مستنيينهم ان هم يبقوا يثبتوا ان هم يهود، فبيبقى العرب عليهم ضغط ان هم يبقوا متدينين اكتر. بيتكلم اصلا عن ان فكره ان الصهيونيه طلعت بفكره العرق اليهودي، وان اليهود على مدار ملايين السنين فضلوا محتفظين بعرقهم، ومهما انتشروا في انحاء العالم كانوا لسه محتفظين بعرقهم. بيقولوا ان دي اصلا حاجه بتأيد كلام هتلر كان دايما بيقول ان اليهود ما فيش حاجه اسمها الماني يهودي، ما فيش حاجه اسمها مصري يهودي، ما فيش حاجه اسمها كده، هم ناس عاملين جروب لوحدهم، وان انتم مهما وديتوهم في اي مكان هم برضو ما لهمش ولاء غير لنفسهم. فهو بيقول الفكره الصهيونيه اصلا بتأيد افكار هتلر، وهي فكره مش حقيقيه. وان من الاخر يعني فكره اسرائيل عن اليهودي المعاصر او اليهودي السكلر، يعني لو بعيدا عن الاديان، ان هو يسبورت اسرائيل 100%. طول ما انت بتسبورت اسرائيل 100% انت كده يهودي وعندك الهويه اليهوديه. اتكلم برضو عن اصلا فكره الهولوكوست، ودي كانت يعني ريحت قلبي قوي، كنت بقعد اتكلم في الموضوع ده، ان هو من الاخر الصهيونيه قلبت الهولوكوست وخلته عن اليهود، مع ان مش اليهود بس اللي اتقتلوا، يعني اليهود تقريبا هم نص الناس اللي اتقتلت، في نص تاني محدش بيتكلم عنه. وان هو بيقول ان الحركه الصهيونيه خلت من الاخر ان اليهود دايما عندهم احساس
ان هم ضحايا، دايما بيقلبوا اي قصه ان هم ضحايا حتى لو هم مش ضحايا، او حتى لو هم مش الضحايا الوحيدين. ان الصهيونيه قايمه على فكره الضحيه، وفكره مثلا مش عارفه انتوا عارفين لا، بس هي اسرائيل عندها حاجه اسمها البيرث رايت، ان مثلا اي حد في اي انحاء العالم يكتشف ان هو عنده دم يهودي ان شاء الله 2%، او مثلا عنده جد 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 جده كان يهودي، هو ليه حق ان هو يرجع دوله اسرائيل، يرجع ارض اليهود. فهو بيقول ان هم اسرائيل بالنسبه لها ما عندهاش مشكله حتى يعني تجازف بخاطر انها تقعد تجيب ناس اغراب، طول ما الناس الاغراب دول اوروبيين، او يعني الاوروبيين يفضلوا يجوا لحد ما يخلوا العرب بجد اقليه ساحقه، او يعني اللي هو خلاص يختفوا، يعني اللي هو ده الامل يعني. وحتى علق كده بطريقه يعني ان اسرائيل دايما بتسمي نفسها دوله اليهود، الشعب اليهودي، وهي اصلا مش عارفه تحدد مين الشعب اليهودي حول العالم، وان هم مهما عملوا دراسات، عملوا على مر السنين دراسات جينيه كتير قوي، لحد النهارده هم بجد مش عارفين يتوصلوا لجين يهودي خاص بالشعب اليهودي بس. وان من الاخر هي دوله يعني منافقه، ان هي قايمه اصلا على فكره دينيه، فكره الارض موعوده، وهي في الاخر قايمه بطريقه مدنيه وبعيده تماما عن الدين، بس هي بتستخدم الدين عشان تبتز الناس اللي حواليها. وبالنسبه للهويه، هو في الاخر بيقول انا ما عنديش هويه يهوديه، انا قررت ان انا زي ما بيقول كده استقيل من الهويه اليهوديه، عشان انا شايف ان انا ابقى يهودي في اسرائيل دي حاجه مهينه ليا، او يعني حاجه اللي هو شيمفل، يعني حاجه محرجه ليا او حاجه تعبني، يعني لان انا كده بشارك في جريمه كبيره جدا. وفكره اصلا هو يبقى في جروب خاص بعيدا عن كل الناس، جروب قايم على عرق معين، وان العرق ده احسن من اي عرق، دي حاجه بالنسبه له مش ادميه ومش اخلاقيه ومش عايز يبقى جزء منها. وان هو في الاخر لو هيبقى عنده هويه، هي من الاخر هويه اسرائيليه، هو بيعرف نفسه كاسرائيلي، وان هو واقعيا لما بيسافر اللي بيوحشوا تل ابيب، بيوحشوا الارض اللي هو اتربى ان هي ارضه، اللي هي الحاجه اللي بالنسبه له بيته اللي عارفها من هو صغير، وان هو بيحلم طول عمره بجد ان يبقى فيه دوله للفلسطينيين ودولة الإسرائيليين ويعيشوا مع بعض، بس هو عارف ان ده من المستحيلات، وهو مدرك ده وخلاص متقبل ده ان عمره ما هيحصل. وشايف ان اصلا المشكله الاكبر في اسرائيل ان هي اصلا قايمه على حاجه عرقيه دينيه، فدي عمرها ما تخلي ان هي تبقى دوله يعني انكلوسيف، اللي هو تدخل ناس كتير معاها. فهو بالنسبه لي كان كتاب ممتع قوي بجد، كنت حاسه ان اللي هو كاني بقابله كل يوم الساعه 10 بالليل، بنشرب شاي وبنقعد نتكلم ونقعد شفت انا والله دايما بقول كده، صح صح. قريت برضه رواية اسمها سيتي اوف ثيفز، دي رواية تاريخية بتتكلم عن روسيا، تعرفين اي حاجة ليها علاقة بروسيا بحب اقراها. بتتكلم عن روسيا في وقت لما الالمان حصروا مدينة لينينجراد، في الفترة دي كان الالمان عازلين المدينة تماما عن الخارج، فكان فيها مجاعات مش طبيعية، الناس كانوا ابتدوا ياكلوا بعض، كانت طبعا متبهدلة، مفيش شجر من كتر الناس بتقطعه عشان تحرق وتدفي نفسها، فكانت يعني حالة لطيفة جدا. الشخصيتين الأساسيين في الرواية هما اتنين، واحد اسمه لاف، هو مراهق عنده 17 سنة أو حاجة، هو روسي يهودي، والشخصية التانية هو اسمه كوليا، هو عسكري روسي. وفكرة القصة ان لاف الولد ده هيتقبض عليه وهو بيسرق حاجة من جثة عسكري ألماني، فهياخدوه، وكوريا التانية هيكتشفوا ان هو هربان من الجيش فبرضه هياخدوه. بعدين اللي هو اسمه ايه، العقيد هيديهم فرصه، هيقول لهم انتوا المفروض اصلا قانونيا انتوا الاثنين تتقتلوا، فاحنا هنديكم فرصه، انا بنتي فرحها مش عارفه كام بعد كام يوم، ففرصتكم ان انتوا تروحوا تجيبوا لي 12 بيضه عشان اعرف اعمل لها تورته الفرح. فطبعا قصه متخلفه لما تيجوا تحكوها يعني، بس الفكره ان هم هيوافقوا. فهم الروايه بقى بتوريك احداث المدينه كانت عامله ازاي، وهم اصلا رايحين في مهمه في منتهى التخلف، بس لما تيجوا تركزوا فيها ان في الاخر هو في الحاله اللي هم عايشين فيها الناس ممكن تعمل حاجات متخلفه كتير قوي، لان ايه الاختيار التاني. ففي رحلتهم بقى هم بيدوروا على 12 بيضه عشان يرجعوها للعقيد عشان يكسبوا حياتهم، وازاي اصلا هيلاقوا ال 12 بيضه دول، علشان هي تبان حاجه تافهه بس هي حاجه مستحيله في لينينجراد ساعتها، لان المدينه زي ما قلت هي محاصره وما فيهاش اكل تماما، الناس بتاكل بعض حرفيا. فهي كانت روايه لطيفه عامه. انا اللي عجبني فيها قوي ان هي عامله بالانس، او يعني عامله توازن حلو قوي ما بين ان وانتوا وهما بيتكلموا هما الاثنين صغيرين، يعني الضابط ده مثلا 20 سنه والولد زي ما قلت 17 مثلا، فحتى افكارهم افكار شبابيه، اللي هو تحسوا اللي هو مش عارفه بيركزوا على البنات، بيركزوا مش عارفه ايه، تحسوا اللي هو بجد انتوا في ايه ولا في ايه. يعني مثلا ممكن هما ماشيين وبيتكلموا مع بعض، واللي هو مثلا حد رد على حد بحاجه، تحسوا ان الروايه خفيفه حاجه شبابيه، لحد ما مثلا يقابلوا حاجه في الطريق تحسوا انها رجعتكم كده لواقع الحياه اللي هم عايشينها. ايه ده، احنا في حرب. وحتى الشخصيات كان ما بينهم توازن، يعني كوريا الضابط ده هو شجاع جدا بجد، شجاع بغباء، اللي هو يعني انت المفروض ما تبقاش شجاع كده، يعني بيرد مثلا ردود المفروض ما يردهاش، بيتكلم مع مثلا العقيد ده بطريقه اللي هو ممكن تخليه يتقتل في ثانيه. وليف بقى التاني هو بجد جبان، يعني مش جبان حتى بطريقه تعيبه، يعني هو بني ادم عادي، هو خايف يتقتل، خايف يموت طول الوقت وخايف يموت، فحتى بيقعد يقول انا مش عارف، الناس اللي بتقعد تقول انا مش عارف بخاف من الاماكن العاليه، انا بخاف مش عارفه ايه، يعني في ايه ممكن يتخاف اكتر من الموت؟ يعني الموت ده اكتر حاجه تخوف. الثيم قوي بتاع الروايه غير الحرب، يعني كنت حاسه ان هو مركز قوي قوي على حته المجاعه، يعني طول الروايه احنا
حتى هما بيهزروا، حتى هما بيتكلموا، حتى هما بيقابلوا ناس مختلفه. الثيم الاساسي اللي دايما في الباك جراوند كده المجاعه، الناس جعانه بطريقه مش طبيعيه، اللي هو يعني فكره اصلا انتوا تلاقوا البيضه دي قعدوا كتير، اللي هو واحد يقول لهم انا سمعت ان في راجل عنده فرخه مخبيها مش عارفه فين. فمن كتر ما الموضوع صعب جدا ان انت تلاقي اكل اصلا في الوقت ده. فهي مثلا كانت روايه لذيذه انا استمتعت بيها. نهايتها كانت متوقعه قوي، اللي هو تحسوها حاجه يعني اللي هو اوكي اكيد يعني ماشي، اللي هو فيلم شفناه في 2001. بس انا ما اتضايقتش يعني، كنت حاسه ان اوكي مش متضايقه. قريت بقى كتاب اسمه ذا سيلفيش رومانتك. كتاب بيتكلم عن العلاقات البشريه، اللي هو العلاقات العاطفيه يعني، وان الانسان ازاي يحط حدود ويبقى اناني بالطريقه الصحيه. بصراحه الكتاب مش حتى مش معجبنيش، هو انا اصلا خلصته مش فاكره اي حاجه فيه، وخلصته كده لو يعني كنت بعذب نفسي عشان اخلصه، مع ان انا سمعت ناس كتير قوي حبيته يعني. بس مش وحش، بس مش حاجه مميزه بالنسبه لي، فمش مستاهله قوي اتكلم عنها. قريت سجين المرايه لسعود السنوسي عشان انا قررت ان انا مش هبتدي الثلاثيه بتاعته لما اخلص الروايه دي. الروايه بتتكلم عن ولد يعني حالته بائسه قوي، مامته وباباه متوفين، وحتى باباه متوفي بطريقه وحشه قوي، وان هو على طول حاسس بوحده رهيبه وعنده اكتئاب فظيع وحاجه يعني في منتهى البؤس. وفي مره يروح السينما هياخد موبايل، مش عارفه بنت هتنسى موبايلها، فياخد موبايلها معاه عشان يعرف ده موبايل مين، او هياخد موبايلها بالغلط عشان انا مش فاكره، عشان انا ذاكرتي بقت وحشه قوي. فالبنت هتتكلم على الموبايل، هيروح لها البيت يدي الموبايل لباباها، وبعدين يبتدوا يكلموا بعض، هيحبها، وفي الاخر طبعا الحب هيبوظ عشان هو بني ادم فقري جدا يا حبيبي. بس الروايه يعني عندها يعني احساس عام من الكآبة واللا امل، وبجد بجد بجد من الحاجات يعني. انا اصلا سعود السنوسي في حاجه مميزه قوي، ان انا بجد كل ما اقرا له حاجه يعني، حتى في الحاجات الجديده ما بقرا له حاجه واجي اقرا اللي بعدها اللي هي اجدد منها، انا بحس بتطور. ودي حاجه غريبه جدا يعني. انا المفروض في العادي تقعدوا شويه على ما تحسوا ان ايه ده، لا في تطور. انا بحس ان هو من الروايه اللي نزلت 2017 للروايه اللي نزلت 2018 في تطور ملحوظ. فانا بجد كنت حاسه انا بقرا الروايه دي، هو لغته لسه حلوه واسلوبه لسه حلو، بس برضو لا طبعا حاسه ان البني ادم ده اللي هو بقى خلاص بقى بيكتب الحاجات اللي بيكتبها دلوقتي، اللي هو واو بجد المفروض تبقى فخور بنفسك. ومع ذلك هي روايه بجد لغتها حلوه جدا يعني، ما عنديش اي مشكله مع اللغه بتاعتها، اسلوبه لسه زي ما هو حلو، اسلوبه لغوي جميل جدا يعني. الغريب ان انا شفت الناس مش عاجبها ان هو بيقولوا ان سعود السنوسي بيحشر غزو العراق للكويت في كل رواياته. انا بالعكس، انا كنت مستمتعه بالاجزاء اللي بيتكلم فيها عن غزو العراق وان باباه والحاجات اللي حصلت، الحاجات المأساويه، كنت مستمتعه بيها. ما كنتش مهتمه بالجانب الرومانسي بصراحه يعني، كنت حاسه ان هو يعني خلاص بقى كفايه نواح، مش قادره. فمش عارفه بصراحه احساسي من ناحيتها يعني. هي زي ما قلت هي بصراحه مع انها اول روايته هي مكتوبه بطريقه لغويه جميله جدا، بس انا معتقد لو هي مش سعود السنوسي كان ممكن ما اكملهاش. مش عشان حاجه، عشان انا مش يعني انا مش مهتمه بالجانب الرومانسي في القصه يعني. زي ما قلت كنت بقعد استنى ما يقعد بقى يتكلم عن اللي هو بقى حنينه لاهله والحاجات اللي هي الغضب اللي قدامه والحاجات السياسيه، الحاجات دي اللي كانت بتشدني يعني. بس انا مبسوطه قوي ان انا قريتها، عشان دلوقتي خلاص انا اديت لنفسي الاوكي ان انا ابتدي الثلاثيه الجديده. بقيه الكتب بقى كلها كتب صغيره يعني، اكبر واحده فيهم مثلا 120 صفحه، فهقولها لكم يعني في جمل كده عشان مش مستاهله خالص الرغي كتير. اول قصه صغيره قريتها اسمها ذا فول ريسك، كانت 150 صفحه. هي الروايه بتتكلم عن بنت هتصحى هي وجارها يكتشفوا ان هم بالغلط هدوا السلم بتاع العماره، فهم محبوسين في العماره في الدور بتاعهم على ما يبنوا السلم تاني لمده كام يوم. فهي اللي هي ستايل القصص اللي هو ناس بتبقى مضطره تتعامل مع بعض، فهيبتدوا بقى كل يوم يتقابلوا بره، هما اتنين يطلعوا من شقتهم يقعدوا في السور كده، اللي هم يقعدوا يرغوا مع بعض ويشربوا شاي يتغدوا مع بعض، اللي هم يسلوا وقتهم بما انهم محبوسين. فهي كانت روايه لطيفه لذيذه، ما فيهاش حاجه مميزه قوي يعني، بس يعني حلوه لو حد عايز حاجه خفيفه وسريعه. وزي ما قلت انا اصلا جربت اقرا الكاتبه دي حاجه صغيره عشان كنت عايزه اعرف اسلوب كتابتها، وواضح ان هي على طول بتحط لازم حاجه ديب شويه في القصص يعني. مثلا هنا البنت كان عندها ستوكر، ولد بيقعد يطاردها وبوظ لها حياتها وكان بيرعبها، وعشان كده هي قعدت تنقل من شغلها وتنقل من بيتها. فهي بتتكلم برضو عن الموضوع ده في الروايه دي. برضو قصه صغيره قريتها كانت اختي قالت لي عليها من كام سنه، وفي الاخر لما قريتها قالت لي ايه ده، انا حاسه ان انا شفت الكتاب ده قبل كده. فاكتشفت ان ما شاء الله الذاكره دي في الجينات عندنا. الروايه اسمها Comfort Me with Apples، وانا بصراحه شايفه ان الروايه دي لو حد يقراها المفروض يقراها ما يعرفش عنها اي حاجه غير كده يعني، ما فيهاش فكره يعني. لو قلت لكم الفكره انا حرقت اصلا المغزى من الروايه، بس ممكن اديكم ابسط حاجه ممكن اقولها يعني. ان هي بتتكلم عن بنت بتصحى كل يوم عايشه حياه مثاليه، كل حياتها بتلف حوالين جوزها، وجوزها بني ادم كويس ما فيهوش حاجه يعني، بس هي مره في مره بتبتدي تكتشف ان في اسرار، فعايز تعرف ايه الاسرار. بس مش هقدر اقول اكتر من كده. بالنسبه بقى للناس اللي مش فارق لها وعايز تعرف يعني الفكره من الروايه عادي يعني، ممكن اللي بيفكر يقراها يعمل ميوت لحد ما العلامه دي تروح. الروايه من الاخر بتتكلم عن يعني قصه تخيليه لما قبل ادم وحواء، ومفروض ان في القصه هنا ادم بيقعد كل فتره يتجوز ست مختلفه وتطلع مش مثاليه زي ما هو عايزها، يعني بيتخلص منها. مش كاتبين بالظبط بيتخلص منها ازاي، بس اعتقد بيقتلها. فهي دي الفكره، ان البنت هتبتدي تكتشف ان كان في ستات قبلها، والروايه بتنتهي وان البنت دي نفسها هو تخلص منها عشان هي ابتدت تسال. فان هي ابتدت تسال دي يعني اسمها ايه،
اسمها ايه، معصية؟ لا مش معصية، اسمها خطيئة. دي الخطيئة الكبرى، ان هو كل ما الستات تبتدي تسأل او تبتدي بقى تسأل ليه، طب ايه ده اللي حصل هنا، دي كده خطيئة، المفروض ان احنا نعيش من غير ما نسأل. فهي الرواية كلها يعني تخيل القصة التوراتية بتاعت ادم وحواء، وهي اصلا مصورة القصة كأنها كومباوند، يعني الجنة هي كومباوند نظيف قوي هم عايشين فيه، هي وجوزها عايشين حياة مثالية، محدش بيسأل عن حاجة. هي لما تبتدي تسأل ويبتدي يجيلها فضول وتبتدي تسأل ليه، اللي هي المفروض انها شجرة المعرفة يعني، هتبتدي بقى حياتها تبوظ وجوزها هيضطر يتخلص منها ويجيب واحده تانية ما بتسالش. بس استيل انا شايفه لو حد يقراها احسن حل، او يعني الطريقه اللي تخليكم ممكن تستمتعوا بيها ان انتم ما تعرفوش عنها حاجه خالص. انا دلقت الشاي. حاجات محدش بيعملها غيري. حاجات بقى قصيره تانية قريت روايه اسمها اتس مي تشارلي، بتتكلم عن ستوكر برضو، ولد بيعجب ببنته اونلاين وهيبتدي يعمل اكونت فيك ان هو بنت علشان يتعرف عليها، عشان البنت اللي هو معجب بيها دي بتحب القرايه قوي، فهو هيألف شخصيه بتحب القرايه عشان يقعدوا يتكلموا مع بعض، وفي الاخر هيبقى يعني بيخطط ان هو يخطف البنت. هي قصه صغيره قوي بس هي بجد يعني انا حاسه ان هي كانت فكرتها حلوه، هي كانت ممكن تعمل بطريقه احلى بكتير، بس هي بجد اتعملت بطريقه يعني لو حد بجد عايز يعمل اي حاجات مقرفه وخلاص. وهي قصيره قوي واسلوب الكتابه ما كانش احسن حاجه، تحسه مقطع كده وغريب. قريت برضو روايه صغيره اسمها ووم. الروايه بتتكلم عن ولد هيروح اوتيل معين، وفي الاوتيل ده هو دايما بيأجر الاوضه رقم 6، وهيطلب ان هم يطلعوا له يعني اللي هي فتاه ليل يعني، وهيبتدي يطلب فتاه ليل بمواصفات معينه، ولما البنت دي تطلع له هيبتدي يحكي لها كل شويه قصه، والقصه دايما كلها بتبقى ليها علاقه بالاوضه دي. الروايه انا مش عارفه بصراحه، انا ما حسيتش ان هي مبهره يعني زي ما الناس بتقول، بالعكس كنت حاسه ان فيها حاجات غريبه، كنت حاسه ان الكاتب مينلي يعني مركز على فكره بس الصدمه، ان هو يقعد في النص يحكي حاجات بجد ممله ومالهاش اي معنى، في الاخر يحط لك اللي هو وصف مثلا لحاجه تحس اللي هو، بس ما حسيتش ككتابه او فكره يعني ما فيهاش حاجه مميزه قوي بالنسبه لي، كنت حاساها قايمه على فكره الصدمه، وهي يعني سايكو ساكشوال، هي قايمه قوي على العلاقات الجنسيه، يعني التقزز اللي فيها قايم على الحاجات الجنسيه او يعني الجسم البشري عامه. فهي كانت بالنسبه لي برضو انا قعدت اقراها زي ما قلت عشان كانت مش كبيره قوي، فكنت اللي هو هي عايزه اخلصها وخلاص، بس برضو انا شخصيا ما حسيتش ان هي فظيعه زي ما الناس كانت بتقول، بس انا متفهمه فكره ان هم يتكلموا عنها عشان هي علقت معاهم، عشان مثلا بوصف حاجات معينه بيوصفها في روايه او حاجات معينه حصلت، انا متفهمه انها ممكن تعلق في المخ يعني مش هتتنسي، بس مش حاساها اللي هو مش هتتنسي عشان هي حاجه ادبيه خطيره، انا حاسه انها مش هتتنسي عشان يعني بجد انت محتاج علاج نفسي، يعني انا مش عارفه الكاتب ماله يعني بجد. دي وتشارلي حسيت ان هم كاتبين اللي هو غرائزهم قايمه عليهم قوي بالليل، وعندهم فانتسي غريبه وسيناريوهات غريبه، فهم عايزين يكتبوها عشان اللي هو يخرجوا الاحساس من جواهم. يعني قصتين صغيرين برضو قريتهم اللي هو بتاع جو هيل، انا مش فاكره اصلا قلت لكم عنه قبل كده ولا لا، بس هو يعني قصه صغيره بتتكلم عن راجل ومراته، يعني هي مراته هتحمل وبعدين هتسقط، فهيبتدوا ينقلوا بيت تاني علشان يعني من كتر ما هم مكتئبين وعندهم صدمه والحاله النفسيه وحشه، هيبتدوا ينقلوا بيت تاني في مدينه تانية. الاب مره هو في السوبر ماركت هيلاقيهم بيبيعوا اللي هو السترولر بتاعه البيبيهات دي، واحده قديمه كده، فهيقرر ان هو يشتريها، هيبتدي يمشيها كل يوم، ويبتدي بقى يتخيل صوت ضحكه طفل، صوت مش عارفه يعني، هي الروايه المفروض انها رعب، وان في الاخر الحاجه اللي جوه السترولر ده او قصه السترولر ده هتبقى المفروض حاجه تخوف، بس انا حاسه ان هي بتتكلم عن الحزن يعني اللي هو الحزن اللي بيحصل بالذات بقى يعني ان الراجل هو اللي هياخد السترولر، يعني حسيت ان هي بتصور ان الرجاله في العادي علشان في الحاجات دي مش بيعبروا قوي، فهو هو اللي تعبان قوي من جوه، هو يعني هو بيحاول قوي سبورت مراته، وبيحاول ان هو يبقى معاها، وبيحاول ان هو يهديها عشان يعني هي اللي سقطت في الاخر، البيبي مات في بطنها، بس يعني هو كابت مشاعره هو، فهو اللي هيبتدي هو اللي يدخل في الحاله بتاعه الجنون دي، ان هو ياخد العربيه بتاعه الطفل يبتدي يسمع الاصوات، فانا حسيتها بتركز قوي على كبت المشاعر قد ايه ممكن ينهينا، وهو ده الرعب اللي فيها يعني. قريت بقى قصه صغيره بتاعت بريدي هنريكس تانية اسمها ذا بلانكس، بتتكلم عن عيله برضو هيروحوا يعني ام واب وولدين او بنت وولد مش فاكره يعني، وان هم يعني في الصيف بيروحوا مدينه معينه او يعني بيت ساحلي معين، بس ان في حاجه في المنطقه بتاعتهم اسمها ذا بلانكس. ذا بلانكس دي حاجات هو كاتب مش مبين لنا هي ايه، مش عارفين الكائن ده ايه فكرته او بيعمل ايه، بس هو المفروض ان محدش يبص له، اللي يبص للبلانكس دي والبلانكس تبص له باك هو خلاص كده كده خلاص يعني البقاء لله. فالقصه دي بقى بالنسبه لي كنت حاسه ان هي بجد حلوه قوي لو كاتب قرر يعملها قصه كامله، يعني هي الرعب اللي فيها مش رعب يخض او رعب يخوف، هو عارفين الرعب اللي هو الرعب الهادي اللي هو فيه احساس بس عام من الاحساس الغير مريح،
فحاسه ان هي لو كانت روايه كبيره او يعني لو الكاتب قرر ينقلها روايه كبيره حاساها هتبقى حلوه قوي. واخيرا قريت روايه بيت ريد. الروايه دي عندنا بقالها مليون سنه مثلا في البيت. اختي كانت جابتها من كذا سنه وانا كنت مقرره ان انا بكرهها. انا قررت يعني انا من غير ما اجرب اقراها انا قررت ان الروايه دي مش هتعجبني. ممكن عشان الدوشه اللي كانت حواليها فكنت حاسه ان انا خلاص يعني تشائمت من الدوشه اللي بتبقى حوالين الروايات لان دايما الحاجات اللي الناس بتعمل عليها دوشه 99% ما بتعجبنيش. بس كنا مسافرين السنه دي فقررت اللي هو طيب بدل ما اخد الكندل واقعد بقى محتاره في المليون كتاب اللي عليه انا هاخد الروايه دي من عند اختي واللي هو خلاص هدبس نفسي فيها. والغريب يا جماعه ان هي بجد عجبتني اكتر من كنت متخيله بكتير. يعني هي بالنسبه لي في الاخر برضو 3 نجوم. هي روايه لذيذه بس انا كنت متخيله ان انا هكرهها فانا لا بالعكس انا حسيت ان فيها يعني حاجات لذيذه كتير. يعني هي روايه بتتكلم عن بنت كاتبه هيحصل لها ظروف يعني معينه وهتضطر تروح تقعد في بيت برضو ساحلي علشان تكتب روايه جديده. وهيكتشف ان جارها الولد اللي كان معاها في الجامعه وهو برضو كاتب. هي بتكتب روايات رومانسيه وهو بيكتب روايات بوليسيه تقريبا او ثريلر يعني. وهيقرروا يبدلوا هيعملوا تحدي عشان هما الاثنين عندهم بلوك ومش عارفين يكتبوا ان هي تكتب حاجه بستايله وهو يكتب حاجه رومانسيه عشان هو مش مؤمن بالحب وعلى طول كئيب وهي ملهاش في الحاجات دي يعني حاجات الثريلر وكده فهم عايزين يعني يتحدوا بعض. فهي عامه كانت روايه لذيذه. هي بطيئه قوي للناس اللي مش بتحب الحاجات البطيئه يعني لو مثلا بيقعدوا كتير قوي على ما مثلا تحسوا ان في حاجه ما بينهم. انا الحاجات دي مش بتضايقني انا بحب الحاجات البطيئه عامه. هي دي ببطئها يعني ممكن اللي ما عجبنيش قوي ان هي بطيئه قوي وفجاه حبوا بعض قوي فانا حاسه يعني او مش عارفه يمكن هو ده الواقع. يمكن الناس بتقعد بطيئه بس المشاعر عماله تكبر ففجاه يحسوا ايه ده خلاص مش قادرين يتجاهلوها. مش عارفه بصراحه حاجه مش قادره اتكلم فيها. فهي كانت عامه يعني روايه لذيذه استمتعت بيها يعني غالب الوقت يعني استمتعت بيها بصراحه. يعني لحد دلوقتي كل القراءات اللي قريتها كانت لطيفه مفيش حاجه اللي هو كرهتها او يعني حاجات وصغيره قوي من اللي هو مش هلحق ان انا اكون مشاعر قويه من ناحيتها بالكره فكنت عادي يعني لحد دلوقتي تمام. بس كان مفيش حاجه اللي هو استمتعت بيها قوي. فانا في الحاله دي لما ببقى خلاص بقى وحشني احساس الاستمتاع التام بدور على كتب اطفال اللي هي الميدل جريد. انا بحبها قوي فقعدت ادعبس على النت شويه ان انا الاقي روايه تبقى للاطفال وتبقى يعني صيفيه او ساحليه حاجه ليها علاقه بالصيف. وكنت ساعتها نفسي قوي اقرا حاجه عن القرش مش عارفه ليه يعني كنت داخله في مود حاجات قروش قوي فكنت نفسي في حاجه تبقى صيفيه بس بتتكلم عن القروش. المهم ان انا قعدت ادعبس كتير قوي يا جماعه واكتشفت سلسله من الكتب اسمها I Survived. السلسله دي هم تقريبا 12 كتاب او 18 كتاب مش فاكره هحط لكم صورهم. يعني هي كاتبه يعني السلسله دي ان كل قصه من وجهه نظر طفل مختلف والطفل ده هو نجا من حاجه تاريخيه حقيقيه. يعني هو مثلا اول واحد كان على التايتانيك فبيقعد بقى يحكي لنا اللي حصل في التايتانيك وكان هو فين هو واخته وكده. مش عارفه تاني واحد كان في امريكا لما حصل شارك اتاكس كتير. مش عارفه واحد كان ساعه لما ايه البركان اللي حصل. واحد كان كلها احداث تاريخيه حقيقيه بس المفروض ان هي من وجهه نظر اطفال كانوا عايشين في اليوم ده وفعلا نجوا منه. قلت اقراهم بالترتيب كده. اول واحده عن تايتانيك وانا كان عندي هوس تايتانيك وانا طفله. وتاني واحده عن القروش فخلاص كده يعني جات لي ايه يعني على الحظ. فابتديت اول واحده سمعتها اودي بوك وانا في نص السمعين يا جماعه قعدت برضو اللي هو اقلب شويه في السلسله دي واشوف لو في حد قراها وكده. اكتشفت تاني واكتشفت ان هي اتحولت قصص مصوره فالموضوع ده ابهرني. رحت موقفه الاودي بوك مع ان على فكره الكتاب الصوتي بتاعها بجد اللي هو اول واحده بتاعه تايتانيك دي كان حلو قوي بس انا وقفته ورحت قلبه بسرعه على القصص المصوره. قريت اول 2 والفكره بقى ان انا القصص المصوره حلوه معموله بطريقه حلوه بس في نفس الوقت الكتاب الصوتي كان عاجبني. فانا اول مره ابقى محتاره مش عارفه يعني اخليني في الجرافيك نوفلز اعلي فيه صور والوان ولا اسمع الاودي بوك عشان بجد كنت حاسه ان هو مخليني داخله في القصه اكتر يعني. فدي مشاكل العالم الاول. طبعا عشان انا انسانه بوهيميه الايباد فصل عشان حتى كسلت اشحنه قبل ما اصور وهو اللي معمول عليه الكتب اللي انا قريتها. فانا ثانيه هحط يشحن 5 دقايق وبعدين اقول لكم عشان انا ناسيه انا قريت ايه. قريت قصه صغيره اسمها Stay on the Line بتتكلم عن مدينه صغيره. المدينه دي هيحصل فيها زي اعصار كبير وبعد ما الاعصار يخلص الناس هتطلع هتلاقي اللي هو بتاع التليفون ده. هتكتشف ان هم بيعرفوا يكلموا امواتهم او الناس اللي بيحبوهم اللي ماتوا من خلال التليفون ده. بس هل بقى الصوت ده صوت الناس اللي ماتت بجد ولا حاجه شريره؟ الروايه كانت فكرتها حلوه قوي بس انا ما علقتش معايا وكنت حاسه ان اللي هو نهايتها فبرضه بصراحه مش حاجه ارشحها يعني كانت بوينتلس. عارفين لما تحسوا انتوا قريتوا حاجه اللي هو طب انت يعني عملت ايه بقى يعني كان عندك فكره حلوه عملت انت ايه بقى كده. هقول لكم بس القصص المصوره اللي قريتها. انا قريت قصتين مصورين لنفس الكاتبه. الكاتبه دي كنت قريت لها زمان قصه مصوره اسمها انيا's جوست او يعني شبح انيا. قريت لها قصتين تانيين ويا جماعه بجد انا عايزه اقول لكم حاجه. انا قريت لها واحده اللي هي بتاعه الميرميدز دي مش عارفه نحطها فين هنشوف يعني. بس انا قريت الروايه دي وخلصتها ماشي وبعدين جيت بعد اسبوعين قلت ايه ده انا نسيت اقرا الروايه بتاعه الميرميدز وفتحتها وقريتها.
وقريتها بجد، يعني قريتها وصلت لصفحه 80 وبعدين قعدت اقول ايه، انا حاسه الاحداث دي انا قريتها قبل كده، يمكن انا وصلت لهنا وسبتها. وبعدين قعدت اقراها وبعدين قلت انا حاسه ان انا قريتها، وايه الهبل ده. فرحت مقلبه خالص للاخر، وبعدين شفت ان انا خلصتها من اسبوعين وانا ناسيه ان انا قريتها اصلا. فده انا بس يعني نبذه عن انا ذاكرتي بقت عامله ازاي، لان الموضوع بقى بجد مرعب. التانية بقى اللي انا قريتها اللي هي بي بريبيرد او كن مستعدا، هي بتتكلم عن يعني قصه الكاتبه نفسها، هي اصلا امريكيه من اصل روسي، فبتحكي ان هم ازاي لما جم امريكا زمان العنصريه اللي كانت بتتعرض لها يعني، وان في الاخر مامتها قررت توديها كامب في الصيف. الكامب ده عباره عن كامب للروسيين، كل اللي فيه روسيين ولازم كله يتكلم روسي عشان يعني تنمي عندها اللغه بتاعتها، اللغه الروسيه يعني ما تنساهاش. انا كنت بدور على حاجات تبقى ليها علاقه بالصيف، يعني سواء مثلا ميرميدز، حاجات بحر، حاجات قروش، حاجات ليها علاقه بالكامبس. انا كنت عايزه حاجات تبقى واخده فايب صيفي، فالاثنين بالنسبه لي كانوا لذاذ. يعني انا الحقيقه ان انا استمتعت باللي هو بتاع الكامب ده اكتر من بتاع الميرميدز، مش عارفه ليه، مع ان انا اصلا بعشق الميرميدز. يعني انا بعشق الميرميدز لدرجه ان انا يا جماعه بجد وانا طفله بجد بجد مش بستظرف انا اتعرفت على ولد قبل كده في النادي وقلت له ان انا اسمي ميرميد. قلت له كده يعني، حتى ما قلتلوش اريل، انا كنت بحب اريل قوي بس انا ما قلتلوش اريل عشان بالنسبه لي الاسم ده يعني مش هيبان ان انا ميرميد. فانا قررت ان انا اسمي ميرميد، ودي لحد دلوقتي جوك اخواتي البنات بيقعدوا يتريقوا عليا فيها، ان انا كنت وانا صغيره مصممه ان انا ميرميد. ماما كان عندها ازاي الصاله كده، كان اللي هو جيبه بتقعد تتربط كده، كنت باخده كل يوم واربطه، ولما اربطه بقى انا المرميد، لما اربطه هنا بقى انا الملك، ولما اربطه هنا مش عارفه بقى انا الامير. وكنت بقعد الف قصص، فانا كان عندي هوس رهيب بالمرميد، وانا مش عارفه انا ليه حكيت القصه دي يعني ربنا ستر عليا، مش عارفه ليه بفضح نفسي، بس ما علينا. يعني المهم ان انا عجبتني دي اكتر، بس هما الاثنين لذاذ. بعد كده قريت، او يعني انا مش فاكراه بصراحه، بس واضح ان انا قريته، يعني كتاب بيتكلم عن طقوس الشاي حول العالم. مش هقدر يا جماعه اقول لكم عنه حاجه، انا بصراحه مش فاكره اي حاجه، هبقى كدابه، بس هو يعني واضح ان انا قريته، وواضح ان هو كتاب يعني اعتقد يعني هو بيتكلم عن كل صفحه بتتكلم عن طقوس شرب الشاي حول العالم، او يعني ما اعتقدش هو ده باين من الصوره، يعني اعتقد هو يعني بديهي ان الكتاب يبقى عن كده. مش هقدر اتكلم عشان ما افتيش، انا مش فاكراه بصراحه انا مش فاكره اي حاجه فيه، بس يعني هو في الاخر شاي حول العالم، يعني بلاد كتير وكتاب، فهو اكيد حاجه حلوه. يعني انا مش فاكراها بس هي اكيد حاجه حلوه. يا جماعه انا بقالي 10 دقايق برغي، وبعدين جيت ابص لقيت الموبايل فاصل فهعيط يعني. هقول لكم بس الكتب اللي بقراها دلوقتي: الرومانوفز عن العيله الحاكمه الروسيه، اللي انا لسه دايره عليه شاي بلبن دلوقتي. الكتاب ده يا جماعه عندي بقاله 9 سنين، ولما جبته كنت عامله دراما رهيبه ان انا هموت على الكتاب ده. اتبسطت قوي ان انا لقيته في مكتبه في مصر، وعملت بقى ان خلاص مش قادره اقرا حاجه تانية، انا عايزه حالا، وجبته من ساعتها هو مركون. بس اخيرا قررت اقرا السنه دي، بداته في شهر 3 تقريبا، اول شهر 3 قريت اول فصل، بعدين قعدت اسبوعين تقريبا ما بقراش. جيت اقرا تاني لقيت نفسي مش فاكره اي حاجه عشان كميه شخصيات وكميه اسامي وحاجات تلخبط كتير، فرحت عايده الفصل الاولاني تاني وقريت الفصل التاني، بعدين قعدت شهر ما بقراش. جيت مثلا الاسبوعين اللي فاتوا لقيت نفسي لا هعيد الفصل الاولاني والتاني تاني. بس لحد دلوقتي الحمد لله خلاص يعني اوكي ماشيه فيه، لسه في اوله جدا، يعني لسه مثلا في الصفحه 80 او حاجه، بس واخده راحتي فيه قوي، بقرا كل اسبوع مثلا شويه، لان بجد اسامي كتير وبيلخبط كتير قوي، يعني كميه ناس كلها حاجات بتحكي ورا بعض فبتلخبطني. فده اللي انا بقراه دلوقتي. وبدات كمان طبيب ارياف بتاعه المانسي انديل، هي مش جنبي، انا مش عارفه احطها فين، بس ما علينا. يعني يا جماعه انا اكتشفت ان تقريبا الروايه في الجنينه من اول امبارح، عشان انا خدتها اول امبارح عشان اقرا، ومن ساعتها سبتها، فممكن جدا انزل الاقيها في قطه دلوقتي. المهم ان انا بدات طبيب ارياف. انا كنت زمان حاولت اقرا المانسي انديل اللي هي قمر على سمرقند، وكانت يعني هو اسلوبه حلو، والحاجات اللي بيكتب عنها واضح ان هي لذيذه، يعني انا حتى فاكره قمر على سمرقند كانت فكرته عجباني، بس انا مش عارفه في حاجه يعني اوف ما بينا، انا مش عارفه في حاجه في كتاباته مش بتركب معايا قوي، بس يعني لسه بجرب اكمل فيها. وصلت للصفحه 90 تقريبا او حاجه يعني، فالحمد لله حاجه كويسه. واخر حاجه بقراها هي قصه مصوره اسمها They Called Us Enemy، بتتكلم عن عيله يابانيه، يعني هو الكاتب اصلا بيحكي قصه حياته في الحرب العالميه الثانيه وهو صغير، لما امريكا قررت انها تلم الامريكان اللي من اصول يابانيه كلهم وتوديهم كامبس. هي الناس كلها بتقول ان هي concentration camps بتاعت النازيين، بس انا بصراحه لحد دلوقتي من اللي انا قارياه لا، انا مش حاساها زي بتاعت النازيين خالص بصراحه، بس يعني لسه هنشوف الامريكان هيعملوا ايه. اللذيذ في القصه ان الكاتب يعني تمسك بان هو يحكيها من وجهه نظره وهو طفل، عشان هو عاش وهو طفل، فبيحكي فعلا اللي هو فاكره، حتى الحاجات البشعه، الاحداث الكئيبه، مامته وباباهم مقهورين، هو بيحكي ان مثلا في الفتره دي انا واخويا كنا مبسوطين قوي، لما طلعنا القطر وطلعونا انا واخويا كنا مبسوطين، كنا فاكرين نفسنا رايحين رحله. فان هو في الاخر يعني كطفل هو مش مجمع فكره ان يصحوا من النوم يلاقوا ناس بتطلعهم من بيتهم يحطوهم على قطر يروحوا يحبسوهم في كامب، هو بالنسبه له كل دي رحله. بس هي دي الحاجات اللي بقراها حاليا، ويعني ان شاء الله اخلصهم قريب. وبس كده، الى اللقاء.